الجيش المصري منتصرا عاد الجيش المصري في سلام، دون أن يقتل مدنيا، دون أن يقتلع شجرة، دون أن يسرق عنزة. نص القائد المصري ولي من الأسرة الستة اللي عاصر 3 ملوك من الدولة القديمة، وهو بيصف حالة الجيش المصري اللي عاد منتصر من الحرب. أول ما بدأت الحضارة المصرية والجيش المصري هو أول جيش في العالم وأقوى جيش، وكمان اتميز ولعب دور كبير جدا في حماية الحضارة المصرية ضد أي غزاة. كمان طبعا مصر تفوقت حضاريا وثقافيا، فكان لازم تتفوق عسكريا، خصوصا في وقت الانتكاسات ووقت الحروب. لما كان بيجي أي غزاة عايزين يحتلوها، كان الجيش بيقف إيد واحدة، كان بينتصر وبيقدر يطرد الغزاة. يعني مثلا أقدم نقش عسكري عثر عليه كان نقش توحيد مصر اللي بيطلق عليه صلاية نرمر. الملك الموحد مصر الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى، اللي نجح كمان في ظهور الدولة المركزية المصرية. إنه كالصقر يرى كل شيء، الجملة الشهيرة اللي قالها الوزير رخمي رع وزير الملك تحتمس الثالث، اللي أكمل بعد الملك أحمس وفضل ورا الهكسوس لحد نهر الفرات. مش بس كده، كمان الملك تحتمس الثالث قاد 16 حملة عسكرية على آسيا. حتى دلوقتي ما زالت خططه الاستراتيجية بتدرس في أعلى الأكاديميات في العالم. بسبب إنشائه للأسطول الحربي قدر يسيطر على كتير جدا من جزر البحر الأبيض المتوسط. كمان في عصر الانتقال الثاني لما الملك سكنن رع وكاموس فضلوا يحاولوا كتير جدا ان هم يطردوا الهكسوس، وفي الاخر نجح ابن الملك سكنن رع احمس وقدر يطردهم بره البلد. هنا عندنا الملك سنوسرت الثالث اللي قدر يكون جيش نظامي ثابت، وكمان يسيطر على الحكام الاقاليم اللي كانوا عاملين ثورات ضده. كمان الدوله الوسطى شهدت كتير من الاحداث، الا ان اهمها هي المعركه اللي قادها الملك سنوسرت الثالث ضد بلاد النوبه، وهي دي المعركه اللي تم تخليدها عند قلعه سمنه. في عصر الدوله الحديثه فانتهى عصر الدفاع وابتدى عصر الهجوم والغزو، واصبحت طيبة عاصمة مصر وانطلق منها الجيوش للهجوم والغزو. اشهر الملوك في الفترة دي كان عصر الملك رمسيس الثاني. انتوا عارفين ان المصريين القدماء هم الوحيدين اللي عمرهم ما احتلوا بلد واجبروا اهلها على ديانة او ثقافة معينة، زي الفرس ولا الروم ولا البرتغال ولا الاسبان ولا حتى الامريكيين. كمان الجيش المصري القديم كان بيقسم ل5 اسلحة. السلاح الاول هو سلاح المشاة وكان اسمه منفيتيو. السلاح الثاني هو سلاح الفرسان وكان اسمه حترو. السلاح الثالث هو سلاح الصعقة وكان اسمه كفعو قن. السلاح الرابع وهو سلاح المركبات وكان بيسمى ورد. السلاح الاخير هو سلاح البحرية وكان بيسمى الغسيل.